لو انت متجوزة او داخلة على جواز، في حرب صامتة دايما بتبدأ بعد الفرح. اهل جوزك انك تتعاملي معاهم ممكن يخلي حياتك جنة او نار، بس في اسرار محدش بيقولها وانا جاية اقولك عليها كلها من غير تجميل. ازاي تتعاملي معاهم، ازاي تكسبيهم وتحافظي على علاقتك بيهم مدى الحياة. تابعي الفيديو للاخر وانت هتعرفي الخلاصة. انا اسيا عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. قبل ما نبدا فيديو النهارده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وكملي معايا الفيديو لحد الاخر وما تنسوش لايك وشير ومتابعه للصفحه. مبدئيا كده الخفيف دايما بينجى من الغرق. خليكي خفيفه، يعني العلاقه تبقى سطحيه، تشوفوا بعض في المناسبات في العزومات، على قد القعده اللي بتقعديها يكون كلامك خفيف، كلامك يكون كويس، محدش هيزعل منك وهتكوني غاليه. طيب سلفتك خبيثه مش هتعرف تأذيكي طول ما انت بعيد، بتغير منك، بتبص لحياتك مع نفسها طول ما انت بعيد. طب اخت جوزك، اخو جوزك، حماكي، حماتك مش كويسين، مش هتتأذي طول ما انت بعيد. هتعملي نفسك بقى عايزة تعملي اللي ما يتعملش وهتحققي المستحيل، واخوات جوزي هيبقوا اهلي وسلفتي هتبقى اختي، انت اللي هتتأذي. هيستغلوكي، هيتحكموا في حياتك، هيدخلوكي في مشاكل وهيقولوكي كلام، وفي الاخر مش هتكونوا واحد. اوعي تقربي من اهل جوزك مهما كانت نيتك طيبه. لو لاحظتي انا بجيب اغلب المشاكل اللي بتحصل لما الواحده بتتجوز من اهل جوزها، ومهما قربتي منهم هتبعدي في الاخر، وهتختاري يبقى ليكي حياه مستقله مع جوزك واولادك، ومش هتشوفوا بعض تاني مدى الحياه من اللي هيحصل فيكي لما تقربي. ما تعمليش بقى انك هتحققي المعجزه. اختاري نفسك وخليكي عزيزه، وخلي خطوتك غاليه، وما تكلميش عن حياتك مع اهل جوزك ولا اهلك، ولا تطلعي اسرار بيتك ومشاكلك لاهله، لان انت اللي هتقلي في نظرهم في الاخر. ولا تحكي حاجه لسلفتك مهما كانت، لاننا مش ملايكه، احنا بشر. انت كده بتديها الفرصه انها تغير منك. ولا تدخلي حد في حياتك. حلي مشاكلك مع جوزك من غير ما حد يتدخل بينكم. الخلاصه، التعامل مع اهل جوزك مش حرب ولا اختبار ذكاء، هي رحله فيها صعود وهبوط، بس لو عرفت ازاي تسوق العلاقه ممكن تكسبي قلوبهم وتعيشي في سلام. لو الفيديو لمسك او مريتي بظروف زي دي او داخله على جواز، اكتبي في تعليق او اعملي قلب. وما تنسوش ورا كل نضاره سوداء في كلام كتير لسه ما اتقالش. تابعوني وهنتكلم في كل حاجه. سلام.